السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم معانا إن شاء الله. هنبدأ. إحنا خدنا قبل كده البرمجة عبارة عن إيه، وقلنا إن أي حاجة فيها برمجة زي مثلا إن السوشيال ميديا هي ما هي إلا أبلكيشنز برمجة. فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، أي حاجة بتسمعني من عليها أو أنت شايفني دلوقتي. زي ما إحنا قلنا من أول ما بنصحى من النوم لحد ما بننام بنستخدم كل حاجة مبنية على البرمجة. بمعنى أنا دلوقتي رايح أقطع تذكرة طيران أو تذكرة قطر، فهلاقي إن أنا استخدمت برمجة. رايح ان انا استخدم شات جي بي تي في اي حاجه، اساله عن اي حاجه، فدي برمجه. فالبرمجه كده داخله في حياتنا كلها، مهما كانت هي ايه التخصص، مهما كانت هي ايه، مهما كان ايه المصانع اللي موجوده، الالات دي كلها هي عباره عن برمجه. فقلنا البرمجه هي بتسهل علينا حياتنا لانها بتنجز حاجات كتير اكتر بكتير من اللي في دماغنا او احنا نقدر نعمله في اوقات معينه. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. قلنا قبل كده البرمجه برضو عباره عن ايه، وكل لغه برمجه باستخداماتها، وبنفهم ازاي البرمجه والكلام ده كله هرنا فيه كتير المره اللي فاتت واللي قبلها. بالخلاصه عشان لو حد كان فايته المره اللي فاتت او اللي قبلها، في فيديو على اليوتيوب كده كده ننزله على الفصل الاول، ده الفصل الثاني. فهنبدا واحده واحده في الفصل الثاني. كده كده اللي فات كله هو انترودكشن، مش حاجه صعبه جدا يعني. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. الناس الجديده او الناس اللي ما تعرفش النظام بتاعنا ماشي ازاي، بعد اذنك لما اقول لك تمام او اي حاجه فانت تعمل رياكت كده عشان تبقى تمام معايا بالنسبه لي، عشان نكمل على النقطه اللي بعدها. مفيش الرياكتات، مفيش الكلام ده، فهستنى واستنى الناس ايه تقول لي والله تمام، صوتك كويس، صوتك مش كويس، الكلام ده كله. تمام لحد هنا؟ زي الفل كده، الله ينور. في حد عايز يدخل؟ المره اللي فاتت اتكلمنا البرمجه وانترودكشن عن البرمجه وعباره عن ايه وايه اللي حصل وازاي البرمجه داخله في حياتنا وازاي شغاله في المصانع، ازاي في مجال التعليم. قلنا في مجال التعليم زي ما انت شايفني دي حاليا، فانا موجود في المنوفيه وانت في بيتك في اي مكان، فالابلكيشن اللي انت داخل من عليه اللي هو جوجل ميت فهو متبرمج. فحاليا انا شايفك من هناك وانت شايفني من هنا، فالبرمجه سهلت التعليم. انت تتعلم مني وانا موجود في مكاني وانت موجود في مكانك. فده التعليم، المنصات، الكلام ده كله. فالبرمجه فادت الناس في التعليم بسبب الحوار ده اللي هو زي ما احنا شغالين دلوقتي. مجال الصحه قلنا اي اشعاعات، اي حاجه، لو في كسر في ايدك، في كسر في رجلك، في اي حاجه بتحصل لا قدر الله عندك اي حاجه، بتروح تعمل اشعه، بتروح تحلل، تعمل في التحليل لاي حاجه عشان تشوف انت عندك نقص في ايه، زياده في ايه. فكل دي برمجه. ادي مجال الصحه. عندنا مجالات تانية كتير. مجال كوميونيكيشن، التواصل بيني وبينكم، بدل ما ابعت لكم بريد او ابعت لكم مثلا ورقه اوديها البريد والبريد يجي لكم لحد البيت، لا دلوقتي في واتساب، دلوقتي في وسائل تواصل اجتماعي كتير قوي. دي برضو حاجه. نخش على حاجه تانية بعدها. عندنا مثلا زي التجاره. بدل ما انا والله انت تيجي السوق عندي وتشوف، لا انا ممكن ابعت لك الحاجه لحد باب بيتك، او ممكن اشتري من امازون، ممكن اشتري من شي ان، ممكن اشتري من نون، ممكن اشتري من اي حاجه وانا قاعد في بيتي بشتري اي بضاعه او اكل كدليفري ويجي لحد البيت. فبرضه دي سهلت علينا حياتنا في مجالات كتير بقى، كل المجالات تقريبا، فهي البرمجه ساعدتنا فيها. فاتكلمنا قبل كده عن البرمجه، النهارده هنتكلم عن الكمبيوتر ساينس وعن علوم الحاسب او الذكاء الاصطناعي. خلاص فكنا من البرمجه بقى، نخش في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. خدنا لغات البرمجه هي عباره عن ايه، كل لغه برمجه ليها اهميه معينه. قلنا البايثون حاجات الريكومنديشن، حاجات الذكاء الاصطناعي كلها، نتفليكس، يوتيوب، عندك الشات جي بي تي، الكلام ده كله، فهم ما هو الا معمول ببايثون. هنشوف، ممكن نشوف النهارده كود للحوار ده زي شات جي بي تي، بس مش دلوقتي، مش عايز اوجع دماغكم في الاول كده. دي حاجه. تاني حاجه عندنا قلنا سي بلس بلس، بتستخدم في الالعاب، بتستخدم في الحاجات اللي ليها سرعه اكتر. كل لغه بتستخدم في حاجه معينه. زي عندنا في العربي، فالعربي بيستخدم في الوطن العربي بس. عندك الصيني فهو بيستخدم في اللغه الصينيه. فكل لغه من لغات البرمجه لها استخدامات، زي ما كل لغه في اللغات بتاعتنا ليها المكان او الريجن او المنطقه اللي شغال فيها. تمام. تمام. نخش بعد كده على مفهوم الحقيقي. هناخد ايه في الفصل ده؟ هناخد ايه الفرق بين الهاردوير والسوفت وير. قعدنا زهقنا يا عمر، عرفنا ان الهاردوير كذا والسوفت وير كذا. لا انا هقول لك بقى النهارده تفاصيل التفاصيل. هنخش جوه كمان، مش مجرد هاردوير هو كذا والسوفت وير هو كذا، لا هخش التفاصيل، وهو السي بي يو والمعالج والكلام ده كله ان شاء الله. وبعد كده هناخد دوره معالجه البيانات. البيانات من ساعه ما بتبدا، وايه الفرق بين البيانات والمعلومات اللي انتوا خدتوها في سنه اولى ثانوي. هنراجع عليها النهارده، نعرف يعني ايه معلومات، يعني ايه بيانات، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا. فالذكاء الاصطناعي امتى بدا، امتى حصل، وازاي الذكاء الاصطناعي دلوقتي متغلغل في كل حاجه او موجود في كل حاجه حوالينا. نعرف ايه الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والان ال بي والكمبيوتر فيجن والكلام ده كله، بحيث لما حد يسالك عن اي مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي فانت تبقى عارف كل حاجه.
مش هناخد المجال ونخش فيه نتعمق فيه، لا، لو هناخد كريكاب كده او نعرف الفرق بين كل حاجه. زي ما مثلا بقول لك الفرق بين التطبيقات، فتطبيق كذا هو ابلكيشن مستخدم اللي عمله بلغه اسمها فلاتر. فتمام، عرفنا ان اي حد عايز يعمل ابلكيشن ممكن يستخدم فلاتر عشان يعمل ابلكيشن بس. فمش هقول لك بقى فلاتر بتتكتب كذا وبيحصل بينها كذا وازاي كذا والكلام ده، لا. فانا هقول لك الحاجه، يعني مثلا ماشين ليرنينج هو كذا كذا كذا، جزء من الاي اي بيستخدم في 1 2 3 4، فالحاجه دي هي معموله بالماشين ليرنينج، فخلاص واسكت على كده، مش هقعد اقول لك الماشين ليرنينج واقعد اصح لك فيها، لا، هوريك القشور عن كل حاجه بحيث ان لما حد يقول لك والله ده ماشين ليرنينج، ده ديب ليرنينج، تبقى فاهم. اما اجي اقول لك كمبيوتر هنا في الكورس، اقول لك اي جهاز كمبيوتر بيعمل كذا، فاي جهاز كمبيوتر ده معناه ان الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك، او التاب اللي انت ماسكه في ايدك، او الكمبيوتر، او اي جهاز فيه اوبريتنج سيستم. طب يا عمر انت دخلت في اوبريتنج سيستم، يعني ايه اوبريتنج سيستم؟ هقول لك دلوقتي ايه الفرق بين الاوبريتنج سيستم وايه الفرق بين الابلكيشن سيستم وكل حاجه في السوفت وير، واحده واحده كده وما تقلقش معايا. بسم الله. فالخلاصه من هنا ان اي كمبيوتر او اي جهاز، اما اقول لك كلمه كمبيوتر فالمقصود بيه اي جهاز في عليه اوبريتنج سيستم. البنك، الاي تي ام بتاع البنك، فده بالنسبه لنا كمبيوتر. عندك مكنه فوري، فده بالنسبه لنا كمبيوتر. عندك الموبايل فهو بالنسبه لنا كمبيوتر. عندك اللابتوب ده فهو بالنسبه لنا كمبيوتر. عندك الشاشه التفاعليه، مش الشاشه دي، الشاشه التفاعليه، اي حاجه فيها اوبريتنج سيستم معين فهي كمبيوتر. تمام. تمام، الناس تاكد عليها بس ان الصوت تمام. في حد عايز يدخل ولا محدش عايز يدخل؟ نشوف الدنيا. ما شاء الله الناس عماله تعمل لايكات، فدي حاجه حلوه. دخلنا بعد كده ايه هو الكمبيوتر ساينس. قلنا الكمبيوتر ساينس يا جماعه في فرق بين الكمبيوتر ساينس، في فرق بين الكمبيوتر، في فرق بين البروجرامينج. البروجرامينج حد بيكتب كود، حد بيعمل كذا، حد بيعمل كذا وخلاص. هناخد الفرق بين الثلاثه كمان شويه. فالخلاصه كمبيوتر ساينس واحد اسمه عالم بيانات او علوم حاسب، مش مجرد حد بيكتب كود وخلاص، لا. انا من اول ما قلت لك يا راجل يا راجل يا طيب او يا ست الكل، انت بتعملي ايه؟ دورك حللت مشاكل. عندنا مشكله رقم واحد فبنحلها ازاي؟ بناء على الخطوات 1 2 3 4. الخطوه الاولى فيها الف ب ت س عشان تتحل، وهكذا. فاحنا دورنا حلالين مشاكل، احنا مش بتوع كود. لو بقينا بتوع كود فاحنا مش هننفع. فلو سمحت لو سمحت اما حد يقول لك انت كمبيوتر ساينس ولا بروجرامينج، قول لا انا راجل كمبيوتر ساينس يا باشا، او كمبيوتر انجينير او كذا او كذا. فانا راجل فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، مش خدت كورس في اي مكان وجيت مثلا اللي هو بعمل لك حاجه بفلاتر فانا كده كمبيوتر ساينس والكلام ده، لا. في فرق بين الكمبيوتر ساينس، الراجل حلال مشاكل. عندك مشكله معينه انت بتشوف لها حل بكذا طريقه، وتشوف احسن طريقه واسهل طريقه تناسب الامكانيات بتاعتك. والله مكنه اي تي ام ممكن اعملها ب 10000، ممكن اعملها ب 100000، ممكن اعملها بمليون. هتفرق في ايه؟ في الاجهزه وفي الهاردوير بتاعها. بدل ما اجيب مثلا كارت شاشه حاجه صغيره خالص، انا اجيب كارت شاشه كبير فسعرها هيعلى. فهل اما اجيب كارت شاشه كبير والبرفورمانس بتاعها يبقى احسن وتبقى سريعه فدي حاجه حلوه بالنسبه للبنك؟ لا، البنك عايز حاجه تقضي الغرض بارخص سعر. بدل ما يجيب في المحافظه الواحده 100 مكنه، لا، هو هيجيب مثلا 500 مكنه بنفس السعر. مش اي حاجه تدي برفورمانس احسن وتكلف كوست عالي فتبقى حلوه، لا، على حسب المتطلبات. فده الفرق بين الواحد كمبيوتر ساينس، واحد بيعمل كود او بيكتب كود وخلاص وبينفذ برنامج. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. قلنا ان الكمبيوتر ساينس هو شخص بيفهم الخوارزميات، بيفهم الكلام رايح فين، يعرف يعني ايه ستراكشر، يعني ايه الجوريزم، يعني ايه او بي، يعني ايه انكابسوليشن، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا. الحاجات دي كلها تاخدها بعدين، انا بس بفتح لك كتفكير مش اكتر. بسم الله نكمل. قلنا ان الكمبيوتر هو التعريف الاكاديمي للكمبيوتر ساينس هو اول حاجه الاوبريتنج سيستم، اللي هو بنيه النظام ذات نفسه. تشغل على نظام ايه؟ واحد يقول لك انا اندرويد، انا اي او اس، انا ماك، انا ويندوز، انا لينكس. هتفرق ايه؟ كل حاجه ولها استخداماتها زي ما قلنا. تمام، دي حاجه اسمها بنيه النظام. عندك الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، ده حاليا شغال في كل حاجه. عندك البي دي اف ده فيه كوبايلوت. لو عملنا كده مثلا ودخلنا هنا اسك كوبايلوت، اعمل لي يا باشا اكسبلين، بقول لك ايه يقعد اعمل لي اكسبلين لي ده او اشرح لي ده، فهو هيشرح لك، هيقول لك عايز ايه يا باشا، امرني،
فاقول له اشرح لي معلش، فاقول له اشرح لي، فهيشرح لي الكلام ده كله بعد ما يقول لك. قال لك كمبيوتر بيزكس، في هاردوير وفي سوفت وير، وقال لك السيستم سوفت وير وابلكيشن سوفت وير والكلام العبيط ده كله من قبل ما ايه ما اقول له اشرح لي حتى. اهو ده ذكاء اصطناعي في قلب بي دي اف. هتقول لي يا عمر انا بستخدم بي دي اف دلوقتي حاليا، فاقول لك الذكاء الاصطناعي جواه دلوقتي بقى متغلغل في كل حاجه. فبس. والخوارزميات والبيانات بقى، فدي كلها بيانات، اي حاجه موجوده هنا فهي بيانات، دي بيانات دي بيانات دي بيانات، اي حاجه في الكمبيوتر فيها بيانات. صورتك اللي انت بتتصور بيها كفلتر دي بيانات بالنسبه للابلكيشن، بياخدها ويبدا يتعلم عليها. والله دخلت سالت شات جي بي تي على اي حاجه، والله انا طولي كذا وعرضي كذا فعايز نظام غذائي كذا، فيعرف ان انت شخص تخين، شخص رفيع، شخص عايز عضلات، شخص عايز تقل في عضلات، فيبدا يوريك اعلانات لحاجات من دي. عايز مثلا شوز معين، عايز جزمه معينه، فانت تتكلم انت وصاحبك عليها. عرف ازاي؟ من خد البيانات بتاعتك، دي حاجه اسمها بيانات، فخد البيانات وقعد يحللها بالذكاء الاصطناعي عشان يديك الحاجه دي. بس. والخوارزميات والطرق وكده. فالخلاصه اول حاجه النظام هو الحاجه الاساسيه بتاع الكمبيوتر او ازاي الكمبيوتر بيشتغل. بعد كده الخوارزميات والبيانات، اي بيانات انت بتحتاجها. وبعد كده الذكاء الاصطناعي بيستخدم البيانات دي زي ما احنا شفنا، وبعد كده بيترجمها ويبدا ياخدها ويقول لك ايه، اما قلت له اشرح لي الحاجه دي فهو شرحها لي. هل اديته البيانات تاني؟ لا، هو اوريدي كده كده معاه البيانات. اتفضلي يا تقع معاكي. الصوت بيقطع. كده كده الصوت بيبقى شغال تمام، حتى واحنا بنسجل بيبقى تمام. ممكن مشكله نت، فبعد اذنك ممكن ترستر الراوتر او تيجي واحنا هنكمل على طول. حاجه فاتتك، حاجه حصلت، اي حاجه. كده كده الحمد لله احنا بنريكورد السيشن، مكتوبه فوق اهو ريكورد 16 دقيقه، بقى لنا 16 دقيقه موجودين، فاحنا بنريكورد السيشن دي او نسجلها علشان الناس اللي النت علق معاها، النور قطع، حاجه حصلت، بنحطها على اليوتيوب وابعت لكم اللينك على الجروب بتاعنا. تمام كده؟ تمام يا تقى ولا ايه الدنيا؟ تمام. طب الصوت كده تمام شغال معاكي ولا ايه؟ شغال كده. ربنا يسهل ويفضل موجود بقى كده دايما. تمام. حد يسأل في اي حاجه طيب ولا نكمل؟ هنخش بعد كده اهم مجالات علوم حاسب. قلنا البرمجه، عندك البرمجه، عندك سايبر سيكيورتي، عندك واحد مهندس ما شاء الله شغال ككمبيوتر ساينس، بيشتغل في شركه، بيوصل راوتر معين مع كذا معينه مع طريقه كذا، بيوصل نت في كل الاجهزه بسلوك بحاجات دي. هل دي اكواد؟ لا مش اكواد قوي، بس هو اسمه كمبيوتر ساينس. ليه؟ لان مش اي كمبيوتر ساينس لازم يكون بيكتب كود بس، لا هو بيحل مشكله ان انا الجهاز ده ما فيهوش نت، فانا هعمل ايه؟ هجيب سلك نت من السيرفر الاساسي وامشيه في البتاع ده، في المواسير بتاع كذا كذا لحد ما اجيبه واشغله. حليت المشكله، فانا راجل كده كمبيوتر ساينس. بس ماليش علاقه بقى بالكود والكلام ده. تحليل بيانات معينه، انا حللت بيانات وليكن انا بحللها بباور بي اي. باور بي اي ده حاجه بتجيب لك البيانات وتبدا تحللها وتعمل لك فيزواليزيشن او شكل عرض حلو، تعمل لك داشبورد او حاجه كده احترافيه بتشوفها. والله انا المبيعات زادت كذا، المبيعات كذا. فده كله كمبيوتر ساينس. مش لازم تكتب كود بقى، مش لازم تحلل بيانات ببايثون، لا انت ممكن تحلل بيانات باكسل عادي، ممكن تحلل بيانات باي تول من تحليل البيانات، تابلو او باور بي اي. كلها ابلكيشن ما بتستخدمش سطر كود واحد، ابلكيشن بتستخدمه انك تحلل بيانات بس. فدي الفكره، ان انت ككمبيوتر ساينس لازم تكون عارف كل حاجه عباره عن ايه، او المشاكل كلها بتبقى عباره عن ايه، مش تبقى بتكتب كود صح بس. تمام تمام. عندك الذكاء الاصطناعي، عندك امن سيبراني، تحليل البيانات، الشبكات، الكلام ده كله مالناش دعوه بيه. نخش في فرق بين الكمبيوتر والكمبيوتر ساينس والبروجرامينج. عندنا الكمبيوتر هو حته الخشبه دي، حته الاله دي الحديده، ده كمبيوتر كده حديده. حته الموبايل حديده اللي بستخدمها عشان اعمل بها حاجه معينه، تعمل لي الحاجه، هي عبد بالنسبه لي، بستعبدها اقول لها خدي والله تعالي كده اتصلي بكذا فهتتصل، افتحي اعملي كذا، اظبطي المنبه كمان ساعه فهتظبط لك المنبه كمان ساعه. تمام. اعملي لي كذا فهتعمل لك. والله خلاص اقفلي المنبه التاني انا غيرت رايي مش عايز افتح منبهات، فتعمل لك. ادخلي لي على تليجرام فهيخش لك. ما هو الا ده اسمه كمبيوتر. فجهاز عليه ويندوز، عليه اي حاجه، عليه اوبريتنج سيستم معين، فهو كمبيوتر. كده الكمبيوتر هو حته الاله، حته الحديده دي. تمام تمام. انما الكمبيوتر ساينس زي ما قلنا هو شخص بيكون فاهم ايه اللي ورا الحديده دي. انا دلوقتي يا يوسف او يا دعاء او اي حد موجود مينا، انا دلوقتي دخلت على التليجرام عندك اهوت، رحت جاي كاتب مثلا ازيك عامل ايه، فرحت جاي
عامل سنت، اتبعتت، وصلت لمين؟ وصلت ليكوا انتوا على الجروب مثلا. فازاي وصلت ليكوا؟ لازم بقى الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس يبقى عارف هي دلوقتي ما راحتش من هنا عندك على طول، لا هي راحت فين؟ نطت على السيرفر الاساسي بتاع مصر، بعد كده بتاع افريقيا، وبعد كده بتاع اوروبا كله والعالم كله، بعد كده نزلت لك تاني وخدت الريكوست ونزلت لك لحد ما جات لك انت. فالمسج ما جاتلكش انت على طول، لا هو خدت دوره كامله او سايكل كامله لحد ما المسج توصل لك. فانت لازم تكون فاهم ككمبيوتر ساينس الكلام ده رايح فين وجاي منين، عشان ده الفرق بينك وبين اليوزر العادي. هو مفكر ان الواتس بيجي من عندي لعندك على طول، لا هو في دنيا تانية وحوارات تانية. تعرفوا كل ده امتى؟ ان شاء الله في الكليات تعرفوا الشبكات بتروح فين وبتيجي منين والكلام ده. في ماده اسمها نتورك 1 ونتورك 2، شبكات 1 وشبكات 2 ان شاء الله يعني. بس فالكمبيوتر ساينس هو البني ادم اللي بيفهم الخوارزميات، يفهم البيانات، يفهم كل حاجه رايحه فين وجايه منين، يعرف خبايا الكمبيوتر بمعنى اصح، يعرف الاي تي ام دي اشتغلت ازاي، او البيهايند سين اللي هو خلف الكواليس بتشتغل ازاي. لما يقول لك السيستم واقع ده عباره عن ايه؟ لما يقول لك السيستم كذا، طب بعد اذا ممكن نراستر الراوتر، طب انت هتبقى عارف الراوتر ده اصلا بيتراستر بيحصل ايه، بياخد اي بي جديد، بياخد كذا جديده عشان يبدا يقرا قرايات جديده، فالنت ما يبقاش بطيء عندك. تمام؟ فدي كلها ككمبيوتر ساينس كفكره. انما البروجرامنج اللي هي البرمجه هي اللغه اللي احنا بنكتبها بس، ما هي الا اداه احنا بنستخدمها عشان تنفذ لي الحاجه اللي انا عايزها. فانا بستخدم الاداه دي على الكمبيوتر ذات نفسه. فالراجل اللي هو الشخص اللي هو ك داتا ساينس انجينير او سوفت وير انجينير اللي هو البني ادم اللي هو انا وانتم ان شاء الله، فده اسمنا ناس بتوع كمبيوتر ساينس، مش ناس مبرمجين بس، ناس بتاع كمبيوتر ساينس، او مش بروجرامنج بس، لا شخص بتاع كمبيوتر ساينس. بروجرامنج هي حاجه اداه بس بترجم افكاري لشويه حاجات ككتابه كود باي لغه معينه على حسب انا عايز اعمل ايه وخلاص. ده كده البروجرامنج. انما الكمبيوتر فهو حته حديده اللي هو سواء موبايل سواء اي حاجه بقى. تمام لحد هنا؟ تو انت لسه رافع ايدك، في مشكله عندك لسه؟ تمام يا طارق، زي الفل. في حاجه مش واضحه يا شباب في اللي فات؟ يعني نعيد حاجه نعمل حاجه، دي لازمه السيشن اللي هو ايه؟ انتراكشن بيني وبينكم، مش مجرد فيديو على اليوتيوب وخلاص. انتوا عندكم ميزه اكتر من الناس، ان هو زي مثلا انتوا قالت عايزك يا باشمهندس علي صوتك، انا بقى عايز الحاجات دي اللي هو ايه؟ تقول لك عايز الحاجات دي ان انت تسالني في حاجات مهمه، حاجات ليها لازمه. يا باشمهندس بعد اذنك انت قلت الاي تي ام عباره عن كذا كذا، طب ليه كذا؟ فابدا اجاوبك، ما تاخدش الكلام مني وخلاص انا سامع تمام وتهز راسك وخلاص. ما بحبش كده، بحب الناس اللي بتسالني، بحب الناس اللي بتوقفني وتفضل تسالني في اي حاجه انا قلتها. كده احنا خلصنا الفرق بين الثلاثه، الكمبيوتر والكمبيوتر ساينس والبروجرامنج. بسم الله. عندنا قلنا في حاجه مكونات الكمبيوتر بصوره عامه او من بره، فهي هاردوير وسوفت وير. قلنا للانسان البشر زيك كده، انا عندي سوفت وير وهاردوير. الهاردوير بتاعي اي حاجه انت شايفها، وشي، لساني، مثلا عيني، مناخيري، ايدي اللي بتتحرك، جسمي اللي بيتحرك قدامك، في اي حاجه انت بتشوفها فيا في اي هاردوير، حاجه بره. السوفت وير بقى اللي هو الروح، اللي هو العقل، اللي هو التفكير ذات نفسه، فده سوفت وير. اي عمليات بتحصل جوه، نبض القلب مثلا، فده سوفت وير. اي حاجه بتحصل جوه احنا ما بنشوفهاش، فدي حاجه اسمها سوفت وير بالنسبه للبني ادم. الكمبيوتر بقى نفس القصه بالظبط، اي حاجه ماديه، الماوس، الشاشه، الكيبورد. السوفت وير بقى اللي هو الحاجه الروحي، اللي هو النظام التشغيل بتاعك او الابلكيشن بتاعك اللي انت تستخدمه. هناخد الفرق بين الاثنين بس واحده واحده. تمام. قلنا الهاردوير، قلنا المكونات الاساسيه للكمبيوتر، اي حاجه بتتمسك بالكمبيوتر فهي هاردوير. هاردات، كيبورد، ماوس، ميكروفون، سبيكر، اي حاجه ماديه، رامات، هارد ديسك، اي حاجه، المذر بورد، اي حاجه بتتمسك بمعنى اصح فهي هاردوير. تمام. قلنا الهاردوير عباره عن ايه؟ في عندنا انبوت، اجهزه ادخال، اجهزه اخراج، عندنا التخزين. زدنا تخزين المره دي، قبل كده كنا بنقول ان هي انبوت، معالجه، اوتبوت بس. لا اما جينا نتكلم بجد في الهاردوير بقى، فاحنا عندنا حاجه اسمها وحده تخزين. وحده التخزين دي اللي هو ايه؟ في عندنا وحده تخزين مؤقته، وحده تخزين مش مؤقته. بمعنى ان انا حاليا بستخدم الابلكيشن ده، فدلوقتي في وحده تخزين للابلكيشن موجوده، بس مش وحده تخزين دائمه، هي حاجه شغاله حاليا بس مش شغاله على طول.
طب يا عمر انا مش فاهم حاجه. تمام، اشرحها لك بحاجه تانية. دلوقتي انا كعمر جيت فتحت الموبايل ده عندكم، فانا فتحت على ايه؟ على الشات بتاعي. تمام، دلوقتي انا لو جيت عملت كده فهلاقي ايه؟ فهلاقي مثلا ان انا كنت فاتح الساعه وفاتح التليجرام. اعتقد باين عندكم. ثانيه بس عشان اعرف باين ولا لا البتاع ده. فانت عندك ان انا فاتح ايه؟ تطبيقين، ادي الاول اهوت والثاني اهو. تمام، ده التليجرام وده الساعه. فحاليا انا فاتح الاثنين، فده يعتبر ذاكره مؤقته، مش هيفضل متخزن. اما اعمل كده او اما اعمل كده خلاص هم مشيوا، فكده انتقلوا خلاص ما بقوش موجودين معايا. جيت استخدم الميوزك مثلا، فتمام هنا كده ذاكره مؤقته. فالجهاز شغال على الحاجه دي دلوقتي، الجهاز بيستدعي الحاجه من الذاكره الدائمه، يبدا يشتغل عليها براحته وبعد كده يرجعها مكانها. زي ايه؟ زي المكتبه. انا رحت المكتبه عايز اقرا كتاب، فهعمل ايه؟ بروح اقعد على ترابيزه او على تيبل معينه واقعد اقوم اجيب الكتاب من على الرف بتاعه على حسب الكتاب فين، واخد الكتاب واقعد استخدمه. استخدمت الكتاب، قريت حاجه، قريت اتنين، قريت تلاته، قريت ساعه ساعتين تلاته براحتي اقعد اقرا. خلصت قراءه بروح قافل الكتاب ومرجعه مكانه تاني. صح؟ صح. الكمبيوتر عنده نفس الحوار بالظبط. في المكتبه اللي هي المكتبه دي حاجه وحده تخزين دائمه موجوده على طول. زي ايه مثلا؟ زي الرامات، زي ال الكارت الميموري بتاعك، زي الفلاشه، زي الهارد ديسك بتاعك. يقول لك انا عندي هارد او عندي مساحه تخزين 128 جيجا. 128 جيجا دي حاجه اساسيه، حاجه دائمه كبيانات عندك. مش هتيجي في يوم من الايام تقول لك لا والله انا مش دائمه، انا هتمسح لوحدي. لا، هي طالما البتاع شغال صح فهي موجوده، سواء صور، فيديوهات، بي دي افات، اي حاجه موجوده على الذاكره الدائمه فهي موجوده دائمه. زي ايه؟ زي المكتبه. فالكتب موجودين دايما في المكتبه. انا جيت استخدمتهم، جيت اخش على انستا باي، فدخلت فتحت انستا باي، فخلاص انتقلت من الذاكره الدائمه للذاكره اللي انا شغال عليها دلوقتي. خلاص اشتغلت عليها وخلصتها، فرحت جاي قافل الابلكيشن وشايلها زي ما احنا شيلنا التليجرام والساعه دلوقتي او المنبه. فخلاص انت تمام كده، وخلاص نرجع لنقطه البدايه تاني، وهكذا. النقطه دي مفهومه ولا نعيد تاني ونزيد تاني فيها؟ مفهومه. تمام يا شباب، الله ينور عليكم. خش على بعدها. وحده التخزين ايه؟ هي عباره عن ايه وايه؟ فهقول لك كمان شويه ان شاء الله. السوفت وير ده عباره عن ايه اصلا؟ متكون من ايه؟ انا كعمر دلوقتي، انا اي مثال بقوله لك بقوله كبشر الاول، كانسان، بحيث انت تفهمه بعد كده ايه اترجمه لك للكمبيوتر. فانا كبشر دلوقتي او كبني ادم بسمع وبشوف وبشم وبستخدم الحواس بتاعتي، رباني من عند ربنا الحمد لله، نازل من بطن الحاجه او من بطن الام. فانا تمام، انا مكون من كده، دي حاجه اساسيه بالنسبه لي. انا نازل كده فمخلوق كده الحمد لله. فتمام، ايه علاقه ده بالبرمجه؟ نسيبها دلوقتي، مش هقول لك علاقتها بالبرمجه. هنيجي اقول لك طالما انا نازل كده، انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت انجلش، اتعلمت برمجه، فاستخدمت مهاره معينه عشان اكسب بيها فلوس واعيش. هل لو انا ما اتعلمتش المهاره دي هعيش برضو ولا لا؟ الاجابه هعيش عادي، مش هموت. دي حاجه اسمها مهاره، حاجه زياده، حاجه ان انا بعرف اشرح، حاجه ان انا بعرف اوصل المعلومه للشخص الفلاني، حاجه ان انا بعرف اعمل ملخصات، اعرف اعمل بي دي افات، اعرف اعمل منهج تمشي عليه، اعرف اديك المعلومه وتفهمها كويس. فدي كلها ما هي الا مهارات. فالمهارات دي انا لو من غيرها فانا هعيش عادي، انا نازل هعيش، هاكل واشرب واعيش. فعندنا في الحياه العمليه بتاعتنا في حاجات اساسيه، اللي هو الروح بتاعي، العمليات اللي بتحصل جوه جسمي، فدي كلها حاجات اساسيه بالنسبه لي. عندنا حاجات مهارات تانية زي ايه مثلا؟ اي مهاره بقى، بعرف اتكلم انجلش، بعرف مجال معين، بعرف اصمم، بعرف امنتج، بعرف اعمل كذا، دي كلها مهارات. فالكمبيوتر نفس النظام، الكمبيوتر مكون من حاجتين. فعندنا سوفت وير، السوفت وير فيه نوعين اتنين. عندنا حاجات اساسيه اللي هو السيستم سوفت وير، الحاجات اللي ما ينفعش الكمبيوتر او الموبايل او اي حاجه يشتغل بيها. زي ايه مثلا؟ زي اي نظام تشغيل، نظام تشغيل ويندوز، نظام تشغيل لينكس. ده والله يا جدع، ده لما النسخه بتقع منك بيقول لك ايه؟ ده النسخه وقعت، عايز نسخه جديده. طب لو النسخه وقعت هتعرف تشوف صور، هتعرف تشوف افلام، هتعرف تشوف اي حاجه على الجهاز؟ لا، الجهاز ما بيشتغلش، بيعطل، بيقف. زي ان ربنا يقبض روحك او خلاص انت مت، فخلاص انت روحك خلاص خلصت،
مش هتعرف تعمل حاجه. كده كده الهاردوير موجود، كل حاجه موجوده، بس انت كبني ادم خلاص روحك خلصت فخلصنا. ففي حاجات اساسيه وفي حاجات ثانويه. حاجات اساسيه يعني ما ينفعش تعيش من غيرها، وحاجات ثانويه ممكن تعيش من غيرها عادي. فالكمبيوتر عنده نفس النظام، حاجات اساسيه وحاجات ثانويه. الاساسيه اللي هي السيستم سوفت وير، الثانويه اللي هي ابلكيشن سوفت وير. انا عمر بستخدم انستا باي. اما قلت لك ابعت لي فلوس، قلت لي يا باشمهندس انا مش عندي انستا باي، ينفع ابعت لك فودافون كاش؟ ما عنديش مشكله، ابعت يا باشا ال 150 على اي حاجه. فتمام، خلصنا من البوينت دي. طب تمام يا باشمهندس، انا كده فهمت ايه برضه او اتعلمت ايه من الرغي اللي انت عمال ترغيه ده؟ هقول لك ان انستا باي بالنسبه لي انا مهم، فانا استخدمته، فده اسمه ابلكيشن سوفت وير. فودافون كاش بالنسبه لك مهم، فده اسمه ابلكيشن سوفت وير. والله انستا باي مش عندك، فودافون كاش مش عندي، انا هعرف استخدم الموبايل عادي، الموبايل مش هيعطل. انما لو الاندرويد بتاعك باظ، او الاوبريتنج سيستم بتاعك باظ، او النظام اللي انت شغال عليه ده هو اسمه نظام تشغيل، فالنظام اللي انت شغال عليه لو باظ انت مش هتعرف تعمل اي حاجه في حياتك، او مش هتعرف تستخدم الكمبيوتر. فالكمبيوتر نفس النظام، عندنا حاجتين اساسيتين، السيستم سوفت وير والابلكيشن سوفت وير. الخلاصه ان السيستم سوفت وير حاجه اساسيه، بنيه النظام، ان انت عمرك ما تعرف تستخدم الحته الحديده اللي في ايدك دي اللي انت بتشوفني منها غير لما يكون في سيستم سوفت وير. مفيش ابلكيشن سوفت وير مش مهم، عادي، دي مهاره انا ممكن استغنى عنها في اي وقت، مش محتاجها خالص. تمام لحد هنا؟ حد حابب يسال في بعد اي كده حاجه؟ امورني يا هندسه. قلنا ان السيستم سوفت وير زي ايه؟ زي ويندوز، زي لينكس، زي ماك، زي اي او اس، زي الاندرويد اللي على الموبايل، الايفون فهو اي او اس، والحاجات دي كلها المشهوره. تمام لحد هنا ولا ايه؟ تمام. قلنا ازاي الكمبيوتر بيشتغل، قلنا هي شويه حاجات متكامله. انا بديله امر وهو يبدا ياخده كانبوت، وبعد كده يبدا ينفذه، يبدا يعمل كذا، يبدا يسوي كذا، يبدا يعالج البروسيسور دي كلها، يبدا يعمل حاجات معينه، يبدا يسوي كذا لحد ما يوصل لي في الاخر ان هو يعرض الحاجه دي على الجهاز. ففي دوره حياه كامله او دوره او لايف سايكل كامله للكمبيوتر عشان يشتغل. ياخد المعلومه، يبدا يعالجها، يبدا يخزن جزء منها، يبدا يطلع لي الناتج بعد كده كاوتبوت، وهكذا. فالكمبيوتر مش امر بتديله امر وخلاص ويشتغل، لا، هو كل حاجه عندنا في البرمجه هي سوفت وير. كل حاجه عندنا كبروجرامي سوفت وير. عندك سوفت وير لايف سايكل، الداتابيز لايف سايكل، اي حاجه كده هتلاقي جنبها لايف سايكل كده، فتعودوا على المصطلح ده بعد كده. تمام. قلنا اجهزه الادخال، الانبوت ديفايس، عندك لابتوب، عندك اسمه ايه، كيبورد، عندك ماوس، عندك ايه تاني، عندك ماوس، عندك مايك، عندك كل ده. قلنا السي بي يو هو عقل البني ادم، هو العقل بالنسبه لنا، فهو الكمبيوتر اسمه السي بي يو، اسمه كنترول بروسيسنج يونت، وحده التحكم. ثانيه، كنترول يعني تحكم، بروسيسنج يعني وحده المعالجه المركزيه او حاجه شبه كده. فاهم حاجه، السي بي يو هو المعالج بتاعنا، هو العصب بتاع الجهاز الكمبيوتر. والله السي بي يو اما اقول له ارجع لي ورا، اما اضغط كده فهو اترجم ان هو يرجع ورا. عرف ان الزرار ده بيرجع ورا ازاي؟ خد امر من السي بي يو ان هو يرجع ورا. اطلع قدام فطلع قدام، فخد امر من السي بي يو ان هو يطلع قدام. اجمع لي فهو هيجمع لي، اطرح لي فهو هيطرح لي، اقسم لي فهو هيقسم لي، اعمل لي اي حاجه مهما كانت هي ايه فهو هيعمل لي الحاجه اللي انا اقول له عليها. ده السي بي يو هو المسؤول عن الكلام ده كله. تمام. السي بي يو بالجيجا هرتز والكلام ده ملناش دعوه، ملهاش لازمه حاليا. خش على اللي بعده. قلنا حدات التخزين في اتش دي دي وفي اس اس دي. حد عارف ايه الفرق بين الاتش دي دي والاس اس دي؟ الشباب يعني تدوس كده، يعني تقول، افتح المايك وقول، احنا كلنا جيمر فيلا. هو قول يا باشا. ال SSD ده بيكون أسرع من ال HDD تحفه. وبيكون بس دي الحاجة اللي أنا عارفها. تمام، أو اسرع. بيبقى موجود أو بيبقى موجود في معظم الأجهزة الحديثة دلوقتي. اول حاجه عندنا الاتش دي دي، هو حاجات قديمه، ناس عملوا اس اس دي عشان يبقى احدث، فزي ما مينا قال ان هي اسرع، احسن في الكواليتي، احسن في نقل البيانات. زي انا عندي وصله، بص ثواني، دلوقتي الوصله دي عامله ازاي؟ سودة ومنتنه وطلعان عينها ومجبزها،
ليه؟ دي مثلا الوصله دي عندي بقى لها سكه 8 سنين او 7 سنين، دي غير الموبايل التاني. انا كده كده عندي الموبايل الجديد هو الوصله بتاعته لسه اوريدي جديده. طب ليه انا ملتزم بالوصله دي مع ان انا كعمر جايب وصله جديده وتايب سي وفاستر ومش فاستر وكويس؟ ليه محتفظ بدي؟ هقول لك والله يا هندسه ان الوصله دي بالنسبه لي فهي اساسيه او اصليه، محافظ عليها مجبزها، يعني شكلها منتن ما بعرفش اخش اخدها في اي مكان عشان الشكل بتاعها، بس كسرعه ككواليتي احسن. فايه الفرق بين دي ودي؟ والوصله اللي ب 10 جنيه من المترو او من المايك يا شباب، الوصله اللي ب 10 جنيه من القطر. طب ايه الفرق بين ده وده والعك ده كله؟ هقول لك والله سرعه البيانات. انا عندي الهارد الفلاني او الوصله الفلانيه بتنقل بتبقى سريعه ليه؟ عشان بتنقل كم معين من البيانات وكذا. فده بالنسبه للوصلات. نسيبنا من الوصلات حاليا. الهاردات بتاعتنا بيقول لك في الفلاشه 16 جيجا حاليا ممكن تبقى عامله 300 جنيه، ممكن تبقى عامله 1000 ونص 16 جيجا. هتقول لي ازاي؟ ايه الفرق بين الفلاشه اللي ب 1000 جنيه وفلاشه ب 7000 جنيه؟ هقول لك سرعه البيانات بتنقل اسرع، الجيجا هرتز بتاعتها اسهل واحسن، البروسيسنج اللي فيها انضف واحسن واعلى، فعشان كده بتبقى اغلى. تمام. الخلاصه يا هندسه ايه الفرق بين الاتش دي دي والاس اس دي؟ الاس اس دي هو بينقل البيانات بسرعه احسن، في الكواليتي بتاعته جميله، بتبدا تشتغل بيها. لو واحد مثلا عايز مساحه تخزين 1 تيرا، فانا هشتري 1 تيرا ب 1000 ونص اتش دي دي واشتريها ب 7000 وشويه اس اس دي. طب في فرق 6000. الفرق ده ايه؟ في السرعه. بمعنى انا لو عندي دلوقتي هاردين اتنين، عندي وليكن هارد اتش دي دي وهارد اس اس دي، فانا هشتغل ازاي؟ كمجالنا احنا وفاهمين ايه الفرق بين ده وده. والله يا باشا انا عندي حاجات متخزنه كده كده داتا مش هحتاج ان انا اشتغل عليها، زي ايه مثلا؟ فرح اخويا، فرح اختي، الحاجات الافلام، الحاجات دي كلها مش هحتاج اس اس دي، هحتاج هارد اتش دي ارمي عليها الحاجه وخلاص. فانا ممكن اجيب هارد خارجي 1 تيرا او 2 تيرا ب 1000 جنيه، واجيب هارد تاني مثلا ب 7000 جنيه استخدمه للحاجات اللي انا بستخدمها. بمعنى وليكن مثلا دلوقتي انا عندي حرف الاف ده هو نص تيرا، النص تيرا دي انا مستخدمه مثلا اس اس دي، انا هو كله اس اس دي، بس نتخيل معانا ده اس اس دي اللي انا مستخدمه، ده اس اس دي، وده اتش دي دي. فالاتش دي ده انا حاطط فيه الحاجات اللي مالهاش لازمه. عاوزت ان انا مثلا اخد الفرح ده اللي ملوش لازمه واشتغل عليه في برنامج مونتاج، هتلاقي ان هو بيقطع معاك والبرنامج بيطلع عينه وبيقعد يزمر ويصفر والجهاز بيقعد يولع منك وانت شغال بيه. طب يا هندسه تحل المشكله دي ازاي؟ والله يا باشا هات اي حاجه انت شغال عليها هنا في التخزين المنتنه، ابدا انقلها هنا واشتغل عليها وانت شغال عليها من ايه؟ من اس اس دي. ليه؟ لان الاس اس دي بيعرف يعالج البيانات، بيعرف ينقل معلومات، فتلاقي ان الجهاز ما بيبطئش معاك. يا هندسه ما دي نفس المساحه، دي 1 تيرا و1 تيرا. فهنا فهمنا ان السرعه مش سرعه كحجم، لا السرعه كسرعه نقل، سرعه انك بتتعامل معاها. فواحد يقول لك مثلا ايه؟ والله انا عندي هارد كذا، ممكن اشتري هارد بس واللعبه تشتغل معايا عادي. ايه ده يا عمر انت ما غيرتش البروسيسور؟ لا انا مش محتاج ان انا اغير البروسيسور، ممكن اغير الهارد من اللي معايا تعبان اتش دي دي منتن، ممكن اجيب اس اس دي او ام 2 حاليا احسن واحسن بس غالي قوي، فنخلينا في الاس اس دي. الاس اس دي ده هتلاقي ان اللعبه اشتغلت معاك كويس وبدات ترن معاك وتجري وتعمل. طب انت لازم تستخدم بروسيسنج عالي؟ لا، انت ممكن بروسيسنج مش عارف يخدم على الهارد اللي معاك، او الهارد اللي معاك مش عارف يخدم على البروسيسنج سريع قوي، فالهارد معاك على ما بيجيب له البيانات. انا راجل بعرف اقرا كويس جدا، فبقعد بقرا بسرعه، فانا مستني حد يجيب لي كتاب اقرا فيه، فانا قاعد عطلان دلوقتي ما بعملش حاجه. مهما كانت انا راجل بقرا بسرعه، فانا قاعد عطلان ما بقراش. ليه؟ مش لاقي حاجه تجيب لي، مش لاقي حاجه تخدم عليا، زي الصناعيه كده بتاع المحارين. لو معهوش صنايعي كويس بيجيب له كل شويه اسمنت عشان يشتغل، فهو كل شويه هتلاقيه وقف، هتلاقيه مش عارف يكمل. يعني انا اي نعم انا بحط البتاع واخلص، لازم يكون حد ورايا او اتنين عمالين يجيبوا لي كل شويه اسمنت عشان اشتغل. انا بعرف اشتغل وممكن اسرع، بس اللي ورايا مش مساعدني، الصوانعي بتاعي مش مساعدني. فالصوانعي ده اللي هو بيجيب الاسمنت للراجل اللي بيرمي الاسمنت على الحيطه وبيفضل يعمله ده، فده اسمه ايه؟ صبي او حد معاه مساعد معاه. فعندنا في الكمبيوتر نفس النظام بالظبط.
الراجل الاساس بتاعنا هو البروسيسنج، عندنا الصبي بتاعه او اللي بيخدم عليه فهو الهارد، بيجيب له البيانات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فالهارد ده لو بطيء مش مهما كان المعالج بتاعك عالي فهو هيبقى وحش بالنسبه لك او سيء. فلازم نعالج الدنيا انه نجيب معالج كويس مع هارد كويس. فعشان كده انت لازم تفهم يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفت وير. مش هتيجي تكتب كود وخلاص، لا انت فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. ده الفرق بين الهارد اتش دي دي وفرق بين الهارد اس اس دي بكل بساطه. حد عايز يسال في اي حاجه؟ نخش على الناس. تمام كده، تمام كده، خلاص احنا قربنا نخلص، ما يعني ننجز حالنا. عندنا الاوتبوت زي الشاشه، زي السبيكر، زي البرينتر، زي اي حاجه. البرينتر ده اللي هو الطبعه، اللي انت بتروح تطبع ورق، بتبعت بي دي اف تبعت بي دي اف للمكتبه ويطبعها لك ويعمل لك ملزمه او مذكره، فده اسمه البرينتر او الطبعه. تمام تمام. قلنا دوره معالجه اهو، مش بقول لك اي حاجه فيها سايكل، لايف سايكل كده. فعندك داتا بروسيسنج لايف سايكل او داتا بروسيسنج سايكل، دوره معالجه البيانات. عندك ادخال وبعد كده بتعالج وبعد كده بتخزن جزء منها، زي ما قلنا ان احنا حاطين الجهاز او بنستخدمين حاجه معينه او مستخدمين كتاب معين، فانا اوريدي هو موجود هنا حاليا بستخدمه، فهو متخزن عندي حاليا. خلصت ارميه هناك واطلع الناتج ان انا عرفت المعلومه وخلاص وامشي. تمام تمام. مثال زي الآلة الحاسبة، قلنا الإدخال هو عبارة عن 3 زائد 5 أعتقد، 3 زائد 5. بعد كده المعالجة هو بيعمل لك عملية الجمع البروسيسنج. بعد كده التخزين بيحتفظ بالناتج شوية عشان تطلع لك فين؟ على الآلة الحاسبة بتاعتك. وبعد كده بيظهر لك رقم 8 على الشاشة بتاعتك. ماشي، سيبك من ده. قلنا البيانات والمعلومات. البيانات هي عبارة عن إيه يا عمر؟ عبارة عن أي حاجة خام. الفرق بين البيانات والمعلومات، أنا دلوقتي جيت قلت لك والله يا عمنا، اتاكد بس ان تمام، قلت لك دلوقتي رقم 1، رقم 2، رقم 5، رقم 10، رقم 20، دي معلومات ولا بيانات؟ شويه الارقام دي معلومات ولا بيانات؟ حد يفتح المايك ويقول لي. بيانات. حلو. حد تاني يقول اي حاجه تانية مش متفق معاه؟ كله متفق ان هي بيانات؟ تمام، هي صح بيانات. هتقولي ليه صح بيانات يا باشمهندس؟ هقول لك هي ملهاش لازمه. 2 1 5 10 20. فلو جيت قلت لك دلوقتي يا باشمهندس ده $1، 2 عيش، 5 شيبسي، 10 لانشو، 20 مروحه، فدي اتحولت من بيانات لمعلومات، صح؟ طب يا هندسه ايه الفرق انك حاطط لها ليبل او حاطط لها تصنيف معين؟ هقول لك ان اي حاجه موجوده عندنا فهي بيانات، داتا، حاجات خام. 20 درجه الحراره مثلا او حاجه، ف 20 بس انا مش عارف هي 20 ايه. يا ترى هي 20 مروحه، 20 لانشون، 20 شيبسي، 20 عيش، $20؟ انا مش عارف، مش عارف هي ايه بالظبط. فدي عندنا اسمها بيانات. مجرد ما اديت لها حاجه، صنفتها او حطيتها في كاتيجوري معين، قلت لك ان دي $1، فخلاص بقت معلومه مهمه، فاسمها معلومه انفورميشن. فعندنا البيانات ملهاش اي 30 لازمه لوحدها، انما المعلومه فهي ليها لازمه. اي بيانات استخدمتها في حاجه مفيده فبقت معلومات. ده الفرق بين البيانات والمعلومات. البيانات اي ارقام، اي اسماء. عمر ده يعتبر حاليا بيانات لسه. ما عرفتش عمر ده اسم ابويا ولا اسم انا ولا اسم جدي ولا اسم كذا، ولا الناس بتحب تناديهولي اصلا وهو مش اسمي. لا، اما اقول لك والله ان الرقم القومي الفيرست نيم، اما اجي اقول لك ان الاسم الاول بتاع عمر، الاسم الاول ثوانيه، اما اجي اقول لك انا دلوقتي جيت اقول لك ان الاسم الاول عمر، فكده معلومات. ليه معلومات؟ انا عرفت لك ان عمر ده نوعه اسم اول. انا ممكن انا كعمر دلوقتي بنادي واحد صاحبي بقول له يا مصلحي. مصلحي ده اسم العيله اصلا، فهل هو اسمه مصلحي؟ لا. اما اجي اقول لك والله هو اسمه محمد احمد مصلحي، فالاسم الاول محمد، الاسم الثاني احمد، الاسم الثالث اللي هو اللاست نيم او اسم العيله مصلحي. فانا كده حولت لك من كلمه مصلحي لشويه معلومات كتير، فبدل ما هي بيانات بقت معلومات. الخلاصه ان البيانات اللي هي الداتا حاجه ملهاش لازمه، حاجه مش معروف هي ايه، مش معروف تصنيفها ايه، شويه بيانات مالهمش اي 30 لازمه. 20 50 90 70 100 200 ملهاش لازمه. انما اقول لك والله الواد ده جاب 20 من 50، فهو كده يعتبر ساقط او راسب،
فدي بقت بيانات واتحولت لمعلومات مش بيانات. فالخلاصه هنا قلنا ان الارقام ملهاش لازمه 25 30 70 من غير حاجه ارقام بس كده، فهي بيانات اللي هو داتا. عندك مثلا حروف عشوائيه ا ب ت س ع م ر كذا، فدي عباره عن داتا. خش بعدها درجات حراره معينه، مثلا قلت لك والله 35. طب ايه 35 دي؟ انا ما اعرفش. انما قلت لك والله درجه الحراره في القاهره دلوقتي 35، فانت في كده بقت معلومه بالنسبه لك. فاي حاجه هي بيانات. عشان كده يقول لك ايه، في مجال اسمه داتا ساينس، داتا اناليست. ما بيقولكش في مجال اسمه انفورميشن ساينس، انفورميشن اناليست. لا، هو مجرد بيانات، حاجات ملهاش لازمه، واحنا بنلعب فيها ونحاول نجيب منها حاجات مفيده عشان تفيدنا بعد كده، فتتحول لمعلومات. تمام. زي ما بقول لك ايه، والله يا باشا متوسط درجات الطلاب في ماده البرمجه هو 85%. فانا كده عرفت بدل ما اقول لك 85، لا 85 دي بس كده هي داتا بيانات. فما اقول لك متوسط درجات الطلاب في البرمجه هو 85%، فكده بقت ايه؟ معلومات. جدول كذا، والله زياده المبيعات زادت بنسبه 20% في شهر رمضان عشان الناس بتاكل كتير، استهلاك كتير كذا. تمام، كده عرفت ان هي معلومه مش مجرد بيانات بس. والله قلت لك درجه الحراره بكره ان شاء الله في القاهره او في اسكندريه او في سوهاج او في كذا 50 درجه، فانا عرفت ان دي معلومه، فدي اسمها انفورميشن مش داتا. فالخلاصه ان الداتا حاجه لوحدها ملهاش اي 30 لازمه لوحدها، حاجه خام كده. اما الانفورميشن او المعلومه فهي ليها لازمه او بتفهم منها حاجه معينه. زي هنا قلت لك 2 عيش، 5 شيبسي، 10 لانشون، 20 مروحه، والكلام ده كله. تمام لحد هنا؟ تمام. حد حابب يسال في اي حاجه؟ احنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا. حد حابب يسال في حاجه؟ ما تاخرتش عليكم، اديكم ساعه ونص بس اهو، مش زي المره اللي فاتت. مدلعكم. اسالوا، انا مستني الاسئله.